حبايبي 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 خمسة حبايبي. قبل ما ابدا اقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، واقول لايك واشتركوا في القناه عشان يوصلكوا كل جديد. وهرجع تاني اقول القناه دي مش هتكبر غير بفضل ربنا وبفضلكم. عايزه قناتي تكبر بقى، نفسي والله نفسي كده قناتي تكبر، نفسي تكبر كده وتبقى حاجه جميله زي ما بتمناها جوايا والله. يا رب يصلح حالنا كلنا يا رب العالمين، يصلح حالنا كلنا يا رب. النهارده هنعمل طقمين اطفال ابيض، وهم انا بسميهم الطقم ده بتاع يوم الدخله، لاني طبعا انتوا عارفين ان يوم الدخله ده بيفرشوا لا طقم ابيض خالص لا طقم اوف وايت. احنا بقى عاملينه، كنا عاملينه في العيد الصغير دوت، وما شاء الله يعني ايه الاقبال كان عليه كتير. فانا عايزه اقول برضو للخياطين انتبهوا على القصه ديت، وانتبهوا على اللي بيتحط فيها، عشان اللي عايزه تعمله طبعا هتعمله سهل ان شاء الله، يكون سهل ليها، وان شاء الله يكون رزق واسع. انا بجيب طول اللي هو طول الخيال، العرض بتاعه 3 متر. بس هو بقى ايه ليه يعني ايه لازم تكون ليه تطبيقه ان احنا نعرف نقص منها عشان ما نتعبش، لان هو بيخدل الدراع. لما تظبطي الطول دوت لازم يبقى ليه ظابطه، ولازم يكون ايه يعني برضو ايه يعني مظبوط في القص بتاعه. هقص هطبق انا كده معايا 4/4 اهو من العرض بتاعه اللي هو 3 متر. انا كده بطبق من العرض اللي هو 3 متر. عقبال ما بتظبطي الطول ده دراعك بيكون اتخدل، دراع الواحد بيكون اتخدل. يعني انا ببقى ان شاء الله برضو عايزه اجيب لي مكتب او ترابيزه كبيره او بنك، يعني ان انا اقص عليه. بصوا برضو واحنا ممكن ايه، انا طبقتها اهي. انا هجيب لكم شغال طبقتها اهو. انا الارتفاع اللي عندي بيبقى عايز ايه، ارتفاع اللي هو 50 سنتي، عشان الطول ده بيخدل. انا ما بقيس اهو، انا باخد بالوية. ارجع تاني اقول لكم عشان في ناس ما بتعرفش القص البتاع دوت المقاسات، فبتبقى عندها كده الموضوع ده ايه بيتعبها. انا اهو باجي هنا انا احس ان الطول مش مظبوط، باجي اكل حته من الزيادات اللي فيه اهو. قصيت انا جانب اهوت، قصيتهم حتتين، كل حته فيهم 3 متر. اصبح ان انا عندي كورنيشه كام للملايه الواحده 6 متر. 6 متر اجي برده هنا واقوم عامله كده نفس القصه دي. انا بقى وانا بعمل على الاوفر هظبطه عشان هو بيخدل الايد حقيقي والله. بصوا يعني هخلي ايه كده القصه بتاعتي مظبوطه اهو. هو متعب، متعب في القص بتاعه والله. انتوا حتى بتشوفوا كده ان قصته اصلا متعب جدا، بس هو بيخلي طقم السرير جميل والله. اه اصبحت ان انا عملت ايه، قصيت الحتتين بتوعي. انا عندي هنا بقى ايه، عايزه اخد كرانيش للفستانه. انا هعمل فستانه بس ايه على قشر السمك. برضو هنا ايه، بص الطل عامل ازاي، انا طالع لي حته شراشيب منه اهو، هقص زيادته.
اهو هقص الزياده بتاعته. بتاع ايه، يعني 6 سنتي كده اهي. انا باخد الكرانيش حوالي 6 سنتي. والزيادات ايه بفصلها. ده كله بقى بيتعمل على الاوفر، بوصلهم في بعضيهم واخدهم على الاوفر كده. احنا قصينا التل، خلي ده على جنب كده. عندنا بقى ايه، قشر السمك ده متر دلوقتي بقى ب130، المتر منه ب130. انا جايبه متر ونص، هو عرضه كنز متر ونص، العرض بتاعه متر ونص. فانا عايزه اعمل منه فستانتين للملايتين واعمل للخداديه. هو الطقم ده طويل قوي شغله، فيعني ان انا هعمل لكم فيديو بالقص وفيديو بالتفصيل، لان عشان ما اطولش عليكم الفيديو قوي، هو فيديو بالقص وفيديو بالتفصيل. كل شغلانتي في المشكله كلها هو في شغل الطل والقشر السمك. فانتبهوا معايا برضو ايه لقشر السمك وللطل اللي هو هيتعمل. انا اعمل لكم بالقص فيديو بالقص دلوقتي، وفي الفيديو اللي وراه على طول بتركيب الفستانه. احنا هنا ايه، ده متر ونص العرض بتاع قشر السمك، ماشي. حاجه انا ايه، هاخد كده اهوت، هطبق الاتنين على بعض واشيل الزياده بتاعت الطول الاسود ده، اشيله خالص الزياده بتاعته اهو. عندي زيادات منه اهي هشيلها. عايزه نعمل ايه بقى، الفستانه بتاعت السرير بتبقى كل واحده فيهم ايه متر ونص، العرض بتاعها متر، العرض القماش متر ونص. فانا هاتني اهو زي شبر بحاله، هاتني الاتنين على بعض كده اهو. انا عايزه طقم السرير ده بعون الله يكون حكايه حكايه. هخليه حكايه ازاي بقى، هطلع الجزء دوت بتاع الشبر ونص للخداديات اهو. يعني اوريكم بقى المتر ونص بتاع قشر السمك هيطلع منه. هو الطقم مكلف، مش مكلف، لا مكلف، بس انا بعمل طقم يعني هو في نفس الوقت يتفرش وفي نفس الوقت حاجه جميله. مش بنبص دلوقتي اقل طقم في السوق بكام، غالي، ويا ريته ليه لازمه. بتبقى الخامات يعني مش قد كده برضو. بص انا طلعت حتتين اهو، طلعت حتتين، الحتتين دول انا هطلع منهم لكل ملايه فستانتين اهي. طبقتهم على بعض هما، يعني المتر ونص طلعت منه لملايتين وللخداديات. هوريكم برضو ايه دلوقتي الخداديات هطلعها ازاي. كل ده الفيديو ده هنعمله كله للقص، والفيديو التاني للتركيب. ادي ركنت على جنب ايه اول ملايه. ماشي، انا طلعتها كده اهوت. على فكره الطقم ده بتعمل منه اتنين، طقم حته واحده من غير فستانه وطقم الفستانه.
بس اللي اشيك وطالب، هما الاتنين احلى من بعض، بس ده احنا بنسميه ايه، يعني بتاع يوم الدخله دوت بيتفرش من غير مفرش. جميل جميل جدا، مش محتاج مفرش يعني. لازم قبل الشغل تظبيطه، التظبيط بتاعه. بصوا انا بقى هعمل ايه، عايزه انزل لكم بس الايه التليفون شويه. هاخد انا ايه من التانية اللي انا تنتها، هاخد الفستانة اهي. انت ممكن اللي بيطلع منه من الاصل بتاعه ما ترموهوش، لان انت ممكن تحتاجيه في حاجة. بص اهو، تحتاجيه في حاجة. انا عملت كده ايه، الطقم ده كبير قوي شغله، بس في نفس الوقت والله لو يعني تبعتوه هتلاقي شغله اقباله عليك جامد جدا، لان هو جميل جميل وجميل في الشغل بتاعه وكل حاجة، وفرشه جميل جدا. ادي كده انا طلعت الفستانتين بشبكهم في بعض بقى، اعمل التانيين اللي زيهم التانيين برضو. انا في نفس الوقت مش عايزه اتقل عليكم في الفيديوهات والله، بس انا عايزه ايه، ان انا اعمل لكم فيديو للقص وفيديو للتركيب، تركيب الفستان. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على محمد. برضو هاجي من هنا من التانية اللي انا تالتها، وهفصل برضو ايه فستان اه. انا هنا لما اشبك دولت في بعض الاتنين، لان انا معايا اتنين اهو، بس انا الفصلة بتاعتهم حسيتها ان هي هتبقى غريبة شوية. اللي قدام دي مكان الخياطة، المفروض ان انا كنت عملت فستانة مكان الخياطة عشان خاطر ايه ما تبانش. برضو مفيش عندي مشاكل، مفيش عندي مشاكل. مم. هقوم انا كده هنا ايه، الفستانة عندي صغيرة، يعني انا ممكن اخد كده برواز واقوم ماشيه فستانة صغنطوطة، مش اشكال، برضو ما عنديش مشاكل فيه، لان هنا معدلها برضو مش ما هو مش كبير قوي برضو. يعني انا اهو اقوم عامله ايه، واخده هنا بقى الخياطه من هنا مش هتبان. نفس الكسه نفس الكسه دي برضو هعمل برضو كده، عشان لما اجي اخيطهم اخيط على طول ايه وامشي بيها. نفس الكسه اهي. ماشي كده، احنا معانا ايه الفستانتين بتوع السرير. برضو انا مش هرمي دولت، لان انا ممكن احتاجهم في اي حاجه بعملها. كده احنا معانا ايه حته تانية اللي هي بتاعت الخداديات.
انا بسوي من هنا، بسويها من هنا عشان في حتت هما بيقصوا للناس الشغل عشان يبيعوه، بيبقى ماشيين مش مظبوطين، بيضايقونا في القص بتاعهم. انا خدت معايا اهي الحته ديت ان انا اعمل منها الخداديات اهي، لان الخداديه هنا هتطلع بيضاوي ويتحط عليها كرانيش. معايا اهوت الايه زيادات التل دي كده. انا بقى عايزه اتني دولت مع بعض كده ماشي. انا عايزاها بيضاوي عشان احطها على الخداديه من زي يعني نظام بيضاوي كده، واعمل لها كرانيش. هاجي من هنا كده هاخد فاصل اهو، فاصل من هنا نفس القصه ايه برضو، فاصل من هنا. اصبحت هي معايا ايه زي الترابيزات البيضاوي اهي، دول الخداديات. يعني انا كده طلعت ايه الاتنين الخداديه من المتر ونص، الاتنين الخداديه، وطلعت دولت متر ونص ومتر ونص، 3 هشبكهم في بعض. دي الفستانه بتاعتي هشبكهم في بعض. كل ما تكون الكرانيش بتاعت الفستانه صغنونه ونافشه، طقم السرير بيبقى منفوش معايا. انتوا هتشوفوه بعد الفيديو اللي بعد دوت وهو متخيط هيبقى عامل ازاي. كده انا طلعت من المتر ونص طقمي بتاع ملايتين على 4 حتت، كل ملايه حتتين، وطلعت الخداديتين بتوع السرير ماشي. كده احنا ورينا القص التل ايه وورينا قص الفستانه ايه. الفيديو بقى اللي بعد دوت هيكون فيه التركيب بتاع الشغل اللي احنا بنعمله. عايزه بقى لايك بقى واشتراك وخمسه حبايبي، والله انتوا 5 حبايبي، مش عشان لايك ولا بس، انا طمعانه برضو ان انتوا هتعملوا اشتراك وهتعملوا كل حاجه. انا طمعانه فيكم عشان انتوا حبايبي. يلا. وانا يعني ما اقدرش اقول لكم غير والله العظيم انا لو شغلي بيبان والكلام ده كله وفي متابعه ليا، ده فضل ربنا الاول ثم فضلكم والله العظيم. ويا رب يا رب كده يعني كلنا نبقى كويسين في شغلنا، وربنا يوفقنا في شغلنا ويعدلنا يمنا على خير يا رب ونعمل كل جديد وانتوا معانا برضو. يلا اشوفكم بخير.